اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. صباح الخير، صباح الورد والياسمين على عيونكم الحلوين يا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ الكلام عدى الجمال بجد. فظيعة بجد كفتة البطاطس دي، مش عايزة اقول لكم. صينية البطاطس بالكفتة مش عايزة بجد، فظيعة من ربع كيلو لحمة. بصوا، حاجة فوق فوق الخيال بجد، حلوة قوي وسهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة في كل بيت. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمل الكفتة اللي معانا ازاي. عندي ربع كيلو من اللحمة، نزلت عليهم في البولة زي ما انتوا شايفين. عندي بصلاية مبشورة قطع صغيرة، وعندي بهارات لحمة ممكن برضو تقطعيها قطع صغيرة لو انتي مش حابة تبشريها، مفيش اي مشكلة. ورشة من الكزبرة، ورشة من توم باودر وبصل باودر. صلى على الرسول يا حبايب قلبي. مش عارفة انتوا ليه مقصرين معايا في اللايكات؟ اظن مش عايزاكم تنسوا اللايك يا حبايب قلبي، ونزلت عشان ده اللي برضو برشة من الفلفل ورشة من البابريكا. سامعين سيفو بيقول لكم اشتركوا في القناة. طبعا انتوا متعودين كل مرة بقول لكم يزن، بس يزن نايم بقى، سيفو اللي قاعد معايا. وهنا نزلت بمعلقتين من بالبقسماط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تبقى حلوة قوي، بتمسك الكفتة بتبقى بجد فظيعة. وهنا برضو هنزل بمعلقة من الثوم المفروم ومعلقة من الملح. وهنا مفرزة الخضرة والشبت، هنزل برضو بقطعة من الخضرة والشبت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا سر الوصفة معلقة البيكنج باودر اللي بتخلي الكفتة بصوا هشة وفظيعة. وهعجن بقى المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل ده لحد ما طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عملت الكفتة دي وسبتها بقى في التلاجة لحد ما رجعت من الشغل، وقلت لما ارجع بقى ان شاء الله ايه هصبحها. طبعا كل لما الكفتة بتقعد في التتبيلة طبعا كل ما طعمها بيبقى احلى. هنا جبت القارب البايركس بتاعي ودهنت رشة من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد كان بجد الكفتة دي فظيعة، عايزاكم تجربوها يا حبايب قلبي. طبعا هنا بقى مقطعه حلقات بطاطس هنزل بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى بصوا مقطعه بشرة جزراية، ومقطعه فلفل ومقطعه قرن شطة حراق على حسب الرغبة سبايسي. ومقطعه طماطمايه قطع صغيرة وشرايح بصل. وهدخل بقى ايه المكونات دي كلها ببعضها. بس طبعا هتبلها الاول علشان ايه تبقى شاربة برضو من التتبيلة. هتضيف عليها معلقة برضو من الثوم، بجد فظيعة بتخلي الاكل حلو قوي. هنزل عليها برشة من الكزبرة ورشة من الفلفل. صلى على الرسول يا حبايب قلبي. لو لسه لحد دلوقتي ما حطيتيش اللايك، ما تنسيش بقى اللايك لاختك ام سفيان حبيبة قلبك. وهنا بقى ايه حط التوابل وهقلب بقى المكونات دي كلها ببعضها. بجد فظيعة. وده هنا برضو ضفت رشة من الشبت كده لزوم التكات والحركات يا حبايب قلبي. ورشة بسيطة من الملح، طبعا الملح على حسب الرغبة. مش عايزة اقول لكم بقى كانت حراقة وكانت فظيعة بجد. بصوا ندخل بقى المكونات دي كلها ببعضها. صلي على الرسول يا حبايب قلبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهقلبي شقلبي بقى من تحت لفوق كده علشان طبعا كلها تشرب من بعضها. وهنا بقى بصوا بعمل وسعية كده من النص للكفتة. مش عايزة اقول لكم هعمل حاجة دلوقتي مخلت الكفتة بجد حلوة قوي. طبعا عايزاكم تجربوها، حابين الفكرة حابينها مش حابينها مفيش اي مشكلة. ممكن تطبعي الكفتة عادي برضو من غير اللي انا هعمله ده. عندي ورقة من الزبدة وكنت بدور على ورقة فويل، بس ما لقيتش غير ورقة زبدة. وطبعا لقيت فحماية وهنزل عليها برشة من الزيت. بجد بصوا خلت طعم الكفتة في حتة تانية خالص، مش عايزة اقول لكم. طبعا في ناس هتقول مش صحية والكلام ده. طبعا انا قلت لكم في البداية حابين اللي انتوا تضيفوا المقطع ده حابينه، مش حابينه مفيش اي مشكلة. وبصوا بقى بعجب همسك الكفتة ادخلها ببعضها تاني زي الاول. طبعا دلوقتي ايه هتصبعي بقى الكفتة على ظهر معلقة،
على عود، على عصاية شيش، شوفي الموجود عندك واعملي بيه. بس بجد الخطوة بتاعة الفحم دي حلوة قوي، حابة تضيفيها يا حبيبة قلبي، حابة مش حابة برضو مفيش اي مشكلة، ممكن تضيفيها بعد برضو مفيش اي مشكلة عادي. بعد ما تخلصي الصينية تجيبي ورقة فويل وتحطيها، وتحطي نقطة من الزيت وتقفلي الصينية عادي، برضو هتبقى طعمها اكنها على الفحم، بجد فظيعة. وهنا بصبع الكفتة زي ما انتوا شايفين معايا. وهنا بقى بصوا بضيفها على الصينيه من فوق البطاطس، وهنا اللهم بارك خلصت الكميه اللي معايا، وهدخلها بقى الفرن من غير ما اضيف لها ميه ولا اي حاجه. حابه تضيفي كوبايه، نص كوبايه ميه، مفيش اي مشكله، بس بجد هي اصلا كلها مع بعضها الصوص هينزل مع بعضها وهتبقى طبعا فظيعه. حابه تضيفي عليها نص كوبايه من الميه مفيش اي مشكله طبعا، وهتغطيها بورقه سلوفان طبعا. مع الغطا وكده هتنزل بقى البخار هيطيبها كلها مع بعض، وهدخلها بقى الفرن يا حبايب قلبي، ربنا يصلح ما بين ايديكم. بصوا شايفين المنظر، بصوا بقى غمضوا فتحهم، بصوا بصوا الكفته، بصوا مش عايزه اقول لكم، ولا الريحه بجد الريحه كانت حبه والجيران هتخبط عليا من كتر جمالها، كانت حلوه قوي. وهنا بقى عملت طبق سلطه، وهنا غرفت الكفته، وهنا عملت برضو سلطه طحينه. انا كنت طبعا هصور سلطه الطحينه والسلطه والحاجات دي، بس جالي بقى ضيوف قعدت معاهم واكلنا بقى مع بعض وكده. ايه يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو. طبعا سلطة الطحينة سهلة جدا. إيه، بتجيبي الطحينة وتحطيها في بولة وتحطي عليها نقطة من المية والتاني تقلبي فيها كده لحد ما توصل شبه الرمل كده، وبعد كده بقى بتفكيها تبقى تبقى شبه الكتلة كده، وبعد كده بقى ايه بتفكيها بحبة مية سخنة. ضيفي بقى ملح ورشة من البابريكا والكزبرة والكمون ورشة من الزيت، تبقى حلوة قوي. وده كان شكل الاكل يا حبايب قلبي معانا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي، دعوة حلوة ولكم بالمثل. اشوفكم على خير في فيديو جديد يا حبايب قلبي، باي يا حبايب قلبي.